عاجل. النادي الأهلي يتوصل لاتفاق مع المهاجم الفرنسي موديست. كشفت تقارير صحفية فرنسية أن النادي الأهلي بات قريبا من التوقيع مع المهاجم الفرنسي المخضرم أنتوني موديست قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية. ووفقا لما ذكره الصحفي الشهير سانتي أوانا بموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما على وشك التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي. وأشار الموقع نفسه إلى أن اللاعب كان قريبا من الانضمام لصفوف انتراخت فرانكفورت الذي يلعب له المصري عمر مرموش كبديل لكولو مواني الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان. موديست أصبح لاعبا حرا منذ نهاية عقده مع بروسيا دورتموند، ورغم تقدمه في العمر إلا أن الفرنسي يعد هدافا بارزا، فقد أحرز مع كولن الألماني 20 هدفا في 32 مباراة بالدوري الألماني في عام 2021-22. وفشلت محاولات الأهلي لضم البرازيلي جوستافو سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جينوبوك هيونداي به، الأمر الذي جعل مسؤول القلعة الحمراء يكثفون محاولاتهم لضم بديل أجنبي. ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التي سيشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد. ونال المهاجم الفرنسي أنتوني موديست قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي لم يتوقف كثيرا عند عمر اللاعب 35 عاما. وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية وله خبرات طويلة تساعده على التأقلم سريعا مع النادي الأهلي. أما الحديث المنتشر حاليا في الصحافة الرياضية أن أنتوني موديست وافق للعب للأهلي مدة موسم واحد براتب 2 مليون يورو للموسم وهو قابل للتجديد. وهناك بند غريب يريد موديست أنه يبقى قائد الفريق، والبند مرفوض من الأهلي. موديست عنده عروض من فريق فرانكفورت وسامبادوريا وجونيو والميريا، بس أعلى عرض هو الأهلي. الصفقة لو تم الاتفاق عليها بالكثير الإعلان غدا، غير كده لن يكون هناك تعاقد مع موديست. أما موقع ترانسفير ماركت وضع اللاعب ضمن اللاعبين المحتملين للنادي الأهلي. وهناك حديث من باتريك ميندي وكيل أعمال أنتوني موديست: توصلنا لاتفاق مع الأهلي حول البنود الشخصية، يتبقى فقط الاتفاق على بعض الامتيازات التي في العقل. أما طلبات أنتوني موديست هي الموافقة على عرض الأهلي بعيدا عن الأمور المادية، أن يحصل على شارة القائد، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة للنادي الأهلي. يقولون أن الذي رشح اللاعب هو محلل أداء كولر ليس غيره، والذي أقنع اللاعب أيضا هو وكيل كولر، وأن اللاعب إذا جاء فهو من خلال سرعة التفاوض من شركة كولر وليس غيرها. أيضا أنتوني موديست قال لصحيفة بيلد الألمانية: نعم، هناك اهتمام من النادي الأهلي بالتعاقد معي، وإذا جاء العرض بشكل رسمي فيجب أن أرى ما سيحدث بعد ذلك. ووفقا للأهلي دوت كوم، الأهلي توصل فعلا إلى اتفاق مبدئي مع المهاجم الفرنسي صاحب 35 عاما أنتوني موديست، على الرغم من اتفاق الشروط الشخصية للاعب، ألا أنه مازال يدرس العرض المقدم إليه بما أنه حر في تلك المرحلة.